اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من الدكان. انت نسيت نفسك؟ ده احنا دافنينه سوا. مثل شعبي مصري بيتقال لما يكون في اتنين ما بينهم سر هما بس اللي عارفين. ولان لكل مثل قصه، ايه بقى قصه المثل ده واصله ايه؟ وقبل ما نبتدي، شايك في ايدك يا استاذ، نسكافيك معاك يا هانم، ويلا نعرف مع بعض ايه هو اصل الحكايه. بتبتدي القصه بتاعتنا باتنين اخوات بيشتغلوا حمالين، يعني بيشيلوا الحاجات بتاعت الناس ويوصلوها للمكان اللي هم عايزينه. ولما الشغل بتاعهم كتر عليهم، اشتروا حمار عشان يساعدهم في توصيل الحاجه للناس، خصوصا في المسافات البعيده. ومع الوقت الاتنين اخوات حبوا الحمار جدا واعتبروه زي اخوهم، وابتدى الحمار ياكل معاهم وينام جنبهم، وبقى حاجة اخر قرصته. وفي يوم من الايام وهم بينقلوا حاجة وكانوا مسافرين في الصحراء، فجأة الحمار طب ساكت، وقع مات. الاخين زعلوا جدا على الحمار، ومن كتر حبهم فيه دفنوه. طبعا ما هي العشرة ما تهونش غير على اولاد الحرام، ومن كتر حبهم قعدوا جنب القبر بتاعه يعيطوا. المهم هم قاعدين يعيطوا، الناس ابتدت تعدي عليهم وتشوفهم وهم قاعدين يعيطوا، فابتدوا يصعبوا على الناس وابتدوا يروحوا يسألوهم هم قاعدين بيعيطوا ليه. زي ما قلنا الناس ابتدت تسألهم عن الحكاية، فابتدوا يحكوا لهم ويقولوا لهم انه ابو الصبر ده كان هو الخير والبركة، ده كان بيساعد كل الناس، ده ما كانش بيسيب حد الا لما يعملوا اللي هو عايزه. الناس من كتر كلامهم كويس عن ابو الصبر افتكروا ان هو شيخ جليل اولي من اولياء الله، وقعدوا يعيطوا معاه. فضل الأخين فترة من الزمن قاعدين جنب قبر أبو الصبر وقاعدين يعيطوا عليه، وكل ما الناس تعدي يصعبوا عليهم، فابتدوا الناس يتبرعوا لهم بالفلوس. بعد فترة حطوا خيمة على القبر عشان وهم قاعدين والناس تيجي تقعد معاهم تحميهم من الشمس. ابتدت التبرعات تزيد واحدة واحدة، والحكاية عجبتهم. لما لقوا القرش مشي في ايديهم، فكروا ان هم يبنوا أوضة مكان الخيمة. وابتدت الناس تعدي تزور المكان وتزور الأوضة اللي فيها قبر أبو الصبر، ويقولوا له الفاتحة، وفجأة أبو الصبر بقى ولي من أولياء الله الصالحين. وابتدت الناس بقى تحكي قصص وحكايات عن بركات ومعجزات الشيخ أبو الصبر اللي هو بيعملها مع باقي الناس. البلية لعبت معاهم، والفلوس ابتدت تزيد من تبرعات الناس الطيبة اللي رايحة تزور أبو الصبر وتقرأ له الفاتحة عشان تاخد وتنول البركة منه. وفي يوم اتخانق الاتنين الاخوات وهما بيقسموا الفلوس، لما واحد حس ان التاني خد اكتر، وابتدى يتخانق معاه وقال له والله لا اشتكيك للشيخ ابو الصبر واخليه ينتقم منك. فاخوه ضحك عليه وقال له انت نسيت نفسك؟ شيخ ايه وبتاع ايه؟ ده حمار، ده احنا دافنينه سوا. بعد شوية حكاية الأخين اتكشفت، والناس عرفت إن لا في ولي ولا حاجة، وإن المدفون تحت حمار اسمه أبو الصبر. وبقت الناس تقول لبعض المثل ده لما يكون في سر ما بينهم هما بس اللي يعرفوه. سلام.